اليوم أنا بالموصل بالدوام عسكري، فموجودة أبراج حراسة داير مداير الفوج، واكو بيت يم البرج الآن بيه. ساعة بالأربعة العصر انفتح الباب مال هذا البيت، فطلعت بنية سبحان الله الخالق. طبعا هي صغيرة بالعمر، عمرها هيك 16-17 سنة، الشفة حمراء، العيون خضر، الشعر سلاسل من ذهب، فدخلت الدماغ حيل. هي مسيحية اسمها رندة. صار تبادل بيني وبينها بالنظرات، أشرت لها صورتها بالموبايل، لا صارت الشغلة عادية. سحبت القلم بديت أكتب، فالموضوع صار عبارة عن تبادل بيني وبينها بالكلام. فقلت يا صغير ايش بيك وياي بايع؟ تقول ليش؟ ترى من انزل احضنك حيل واهرب من الجيش. فتقول لي تعبت نفسك حيل بنظرة العيون، تنزل علي شلون؟ قل لي انت مجنون. قلت لها انجنيت انا صدق من شوفت عيونك، حلوة وصغيرة عمر وخايف يحزونك. فقالت لي ارجوك هذا الحدث قشمرت فيه العام، خلص الواجب وروح لفراشك ونام. قلت له شلون انام الليل؟ يلا انت جاري، اتمنى تجيني بساعة وتطفي ناري. شلون اجيك بساعة وانت محكومة، واللي يطب عسين يشقق هدومه. فقلت له كل الحكومة تروح فدولة يا تاج، القائد وآمر فوج وحراس الابراج. فتقول لي ارجوك كافة عبد خليني بحزاني، باكر يشيل الفوج وبسرعة الثاني. فقلت له خليه يشيل الفوج، بس انا ما انساك، لازم يدور الزمن ونتلاقى انا وياك. تقول دار بيك الزمن مر بينا خل نشوفك، ولو صبت دموع العين سحبت شوفك. قلت لها اجمع دموعك بدي فوقاهن دموعي، شمعات هواية انطفن اولهن شموعي. فتقول اخذ دموعك يا غالي واحطها لاقلامي، واكتب رسايل شوق واتذكر ايامي. فقلت لها مو بس حبر على الورق، مو بس حبر على الورق جمع يظل منثور، يرحم دول كل مرض ما حاجة للدكتور. فتقولي لو صار بيا مرض انت ترى تداوي، وقلبي فتحته لك لا تروح وتخلي. قلت لها ما اريد اطب على القلب، شايل الم واحزان، عيش بسعادة وهنا والبس ثياب الوان. فتقول طعم السعادة ان غبت والله ما موجود، انزع هدوم الفرح والبس ثياب السود. فقلت لها ما بقى ساعة الزمن ونودع مناطقكم، وصدقيني والله القلب يشتاق بس لكم. فتقول ما تكفي ساعة الزمن بيها انا صبر الروح، والجرح مني الا كم يهيج هواية جروح. قلت لها ما ضل علي وقت رايق صور تذكار، الطفل لهيب القلب مشتعل بيه النار. تقول لي ما تفيد هاي الصور، طفل القلب وياك، ابقى انا بلي قلب بس دون ما انساك. قلت لها قلبك صغير بعد ما يحمل الحسرات، بس قلبه شاف هموم وضاق المرارات. تقول لي ارجوك لب القلم يازيك تكتب بيه، يمكن خلص حبر افتح وشوف ايش فيه. قلت له حتى اذا خلص حبر بس في دمع وهموم، حتى اكتب لك رقم رمشي علي كل يوم. تقول رقمك حفظته يا غالي مو على الورق على الغيب، ابقى ادق واتصل لما افرغ الجيب. فقلت لها ان فرغ جيبك ترى ندز لك هوايه فلوس، ما نريد منك طمع بس الخدود نبوس. فتقول كاتم وسال الدمع انطينا عنوانك، ولو هجرونا صدق تلقيني باحضانك. الدار بيك الزمن تلقيني خيمه وبيت، انثر دموع الفرح ووزع الشكليت. بتقول يا غالي فراقك صعب رايق اتوسل بيك، ارجوك اجل السفر خل شوك نشبع بيك. شلون اجل السفر وانا طريق بعيد، امانة الله يا رندة ذكرينا بالعيد. بتقول يا عيد هذا اليمر اقضيه ون ولو، وعلى فراقك يا علي لبكي واشد الثوب. فاخيرا وليس اخرا، مثل اخر كلامي اودعك والله وياك، وهذا عنواني يا رندة وصدقيني ما انساك. شكرا.